ربنا بس توحشوني بجد يعني، عشان بشوف محبه حقيقيه يعني، ببص لكم كده بلاقي محبه حقيقيه في وشكم في استقبالكم، فدي حاجه انا بحبها. بيبقوا في نجوم وحشني، فسعيده ان انا هنا النهارده. تكريم الفنانين في مصر مش شايفاه ازاي ان هو يعني دايما بشوفه تعبير عن تقدير المجهود، يعني انت بذلت مجهود وتعبت، ففي حد بيقول لك مجهودك ما راحش هدر، انت بتاخد مكافأة المجهود ده، محبة، تصويت من الجمهور، من الناس القائمين وذوقهم، فده كله تقدير عن التعب. دور اخواتي كان مختلف، مين كان دورك مختلف؟ هل في النجاح ده واقع قوي زي الكواليس كانت صعبه؟ انا كنت سعيده انه مع انه مسلسل مختلف وجديد، بس الناس تواصلت معاه وتفاعلت معاه وحبته، ودي حاجه اسعدتني جدا. بس وبعمل دلوقتي مسلسل ابن النصابه، ادعوا لي، انا في اواخر التصوير، معايا استاذه النجمه انتصار. في شخصيه نفسك تقدميها لسه ما قدمتهاش؟ اكيد اي شخصيه والله مكتوبه حلوه، دراما حلوه بحب ان انا اقدمها. ده التكريم النهارده لمين؟ تقديم هديه، ربنا بحبه هديه.